أبطال سنة تانية ابتدائي، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ في المنهج الجديد من كتاب سلاح التلميذ. المنهج الجديد 2026. بسم الله. هنبدأ مع بعض. احنا عندنا كام وحدة؟ عندنا 3 وحدات في اللغة العربية. هنبدأ النهاردة بالمراجعة. هنراجع الأول وبعد كده نبدأ في شرح المنهج. عندنا أول حاجة المدود. أنا عندي كم مد يا سنة تانية؟ برافو عليكي اللي بتقول انا عندي 3 مدود، مد بالالف، مد بالواو، مد بالياء. عندي كم مد؟ 3 مدود، مد بالالف، مد بالواو، مد بالياء. طب المد بالالف، تعالوا بقى اقول لكم على شويه اسرار محدش يعرفها غيركم. المد بالالف بيحب الفتحه، المد بالالف بيحب الايه؟ الفتحه. المد بالياء بيحب الايه؟ بيحب الكسره. المد بالواو بيحب ايه؟ بيحب الضمه. مس اسماء، احنا عرفنا السر، بس يعني ايه المد بالالف بيحب الفتحه؟ هقول لك. المد بالالف بيعمل ايه؟ بيشد الحرف اللي قبليه ويطول في صوته ويقول ايه مثلا. لو بدل ما نقول هنا با بنقول ايه؟ با. صح ولا لا؟ تا. بص انا حطيت ايه؟ حطيت فوق الحرف الممدود ايه؟ حطيت فوقيه فتحه. حطيت فوقيه ايه؟ فتحه. بقى با، تا، ثا، جا، حا، هكذا. يبقى المد بالقلب بيحب الايه؟ بيحب الفتحه. يبقى الحرف الممدود اللي انا مديته بيجي فوقيه ايه؟ بيجي فوقيه فتحه. طب المد بالياء بيحب الايه؟ بيحب الكسره. يبقى الحرف اللي انا مديته الممدود بيحب الايه؟ بيحب الكسره. بيبقى فوقيه ايه؟ بيبقى فوقيه ضمه. برافو عليكم. طب بص هنا كلمه سبوره. قال لي فين المد؟ انا عندي مس اسماء المد الالف او الواو او الياء، بدور على حرف منهم. سبورة. في هنا مد بالواو يا مس اسماء، اكتب المد بالواو. طب فين حرف الممدود؟ حرف اللي قبل المد الباء، كتبته هنا. نوع المد مد بالواو. طب هنا فستان. فين المد؟ عندي حرف المد ايه هو؟ حرف المد الالف. فستان. الحرف اللي قبل الالف التاء. طب نوع المد مد هنا بالايه؟ مد بالالف. طب هنا دموع. فين المد؟ انا عندي المد يا اما واو او الدال او الالف. في هنا واو، يبقى مد بالايه؟ مد بالواو. فين حرف الممدود؟ الحرف الممدود حرف اللي قبل المد اللي هو الايه؟ اللي هو الميم. دموع ده مد بالايه؟ بالواو. مد بالواو. حرير. حرير. انا عندي حرف المد ايه هما؟ الالف او واو او الياء. يبقى هنا مد بالايه؟ مد بالياء. اكتب هنا ياء. الحرف الممدود اللي هو الراء. نوع المد مد بالياء. برافو عليكم يا سنة تانية. يبقى انا عندي حروف المد ايه هما؟ الالف والواو والياء. طب ينفع حروف المد تيجي في اول الكلمة؟ ابدا، مفيش مد بيجي في اول الكلمة. يعني قلت لكم كلمة زي كلمة يكتب، ده مد؟ لا طبعا. هو في مد بيجي في اول الكلمه؟ مفيش مد بيجي في اول الكلمه ما عدا المد بالالف. ممكن بصوا لو عندي الف زائد مد بالالف، بصي بيبقى شكله ازاي؟ الف وايش زي حمامه كده، زي كلمه آية، امال. طب المد ينفع يجي عليه حركه؟ ابدا ما ينفعش. ولا مد ما ينفعش يجي فوقيه ولا ضمه ولا كسره ولا فتحه ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. طيب يا مس اسماء، هو انا لو لقيت مد بالياء وما لقيتش قبليه حركه، يعني مثلا لقيت مد بالياء في النص ماشي، بس انا ما لقيتش الحرف الممدود فوقيه حركه، يعني بصوا كده بيض. بصي فوقيه حركه بس مش حركه الايه؟ مش حركه الكسر. يعني لو فوقيه حركه غير الحركه اللي هو بيحبها، لو فوقيه حركه غير حركه الكسر. بيض. بصي والياء فوقيها سكون، ده كده ينفع يبقى مد بالياء؟ لا طبعا. طب بصي عندي هنا كلمه زي كلمه حوض. حوض. بصي الحاء فوقيها ضمه، لا يبقى ده مد. يبقى هنا مفيش مد بالواو. طب يقول لك ارسم دائرة حول الكلمة التي بها مد. كلمة وجه ينفع يبقى مد؟ لا طبعا. هو في مد بيجي في أول الكلمة؟ كوب.
ايوه مد صح، احط عليه دائره. يلا نكمل. ضوء. مس اسماء في واو هنا، طب ما ممكن تبقى مد. طب تعالوا نبص، اول حاجه هي فوقيها حركه، ما ينفعش مد يجي فوقيها اي حركه اصلا. تاني حاجه الضاد فوقيها ضمه، لا يبقى ده مش مد. طب هنا زيتون، مس اسماء مد بالياء اهو، لا طبعا ركز شويه. بص ازاي فوقيها فتحه مش كسره، والمد بالياء بيحب الايه؟ بيحب الكسره، يبقى ده مش مد. تينون، مس اسماء في ياء وقبليها الحرف الممدود تحتيه كسره، يبقى ده مد، نحط عليه دائره. برافو عليك. انتبه. انتبه، هو في مد؟ مفيش مد بيجي في اول الكلمه، ولو جه في اول الكلمه لازم تبقى الف كده. رأس، ينفع. طب هنا ينفع المد يبقى في ايه حركه؟ لا. باب، مد يا مس اسماء بالالف، حط عليه دائره. برافو عليك. طيب تعالى هنا بقى، لسه قايله لك انا دلوقتي امتى بيبقى في مد في اول الكلمه؟ مفيش غير الالف. الالف لما بيبقى الهمزه، قلنا لو عايزه احط لها مد بيبقى شكلها ازاي؟ الف وعليها الشكل زي شكل الحمامه كده، دي اسمها ايه؟ همزه ممدوده. ده اسمها ايه؟ همزه ممدوده. خلاص يعني كده ايه؟ مد. بصوا زي كلمه ايه؟ ادم، آلهة، آسف. بصوا ده كده ايه؟ مد. ده كده حرفين، ألف وي همزة زائد مد بالألف، هيديني الألف اللي فيها شكل زي شكل حمامة، اسمه همزة مد. اسمها ايه؟ همزة مد. آية، مرآة، قرآن. ماشي، يبقى احنا كده رجعنا المدود، وكمان عرفنا الهمزة لما بتبقى ممدودة بيبقى شكلها ازاي، بيبقى اسمها دي اسمها ايه؟ ده اسمها همزة مد. اسمه ايه؟ همزة مد. اتفقنا؟ تالت نقطة هنراجعها مع بعض، التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء. شكل التاء المربوطة عامل ازاي؟ حد يفكرني. شكلها عامل كده. طب التاء المفتوحة كلنا عارفينها ايه؟ طب الهاء ليها كام شكل؟ ليها 4 أشكال. كتب في الأول الكلمة كده، في وسط الكلمة كده، في آخر الكلمة كده أو كده، صح ولا لأ؟ طب امتى بنفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء؟ علشان افرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة بحط سكون. بحط ايه؟ بحط سكون. بصوا كلمة زي كلمة حوت، بص اتنطق الت لما حطيت سكون. طب كلمة زي كلمة مدرسة، بصوا مدرسة اتنطقت هاء. اتنطقت ايه؟ هاء، بس هي هاء؟ لا هي تاء، لما بقف عليها هي تاء. طب انا عايزه اعرف دلوقتي ايه الفرق بين التاء المربوطة والهاء. بحط تنوين. بحط ايه؟ بحط تنوين. مدرسة، بص نطقت ت. او ممكن احط ياء ملكية، مدرسة تي، مدرسة تي. طب ايه كمان؟ يعني مثلا عندي هنا كلمة بيقول لك ايه؟ تعال نقرأ المكتوب. الهاء تنطق هاء عند الوقوف عليها. وجوه، منبه، منبه. وتنطق هاء عند الوصل، وجوه الأطفال. طب التاء المفتوحة تنطق تاء عند الوقف، لما بقف عليها بنطقها ايه؟ تاء. أهرامات، عنكبوت. طب وتنطق تاء عند الوصل برضو، يبقى دي بتنطق تاء وبتنطق تاء. طب وهنا الهاء بتنطق هاء وبتنطق هاء. ماشي. أهرامات الجيزة. طب التاء المربوطة تنطق هاء عند الوقوف عليها، لو وقفت عليها كده هتلاقينا بنطقها هاء، زي ما انا قلت لكم كلمة مدرسة، شجرة، قبعة. وتنطق تاء عند الوصل، شجرة الموز. سهلة ولا صعبة؟ طب تعالوا نجرب بقى. عندي هنا كلمة بنت، بنت، بنت بالتاء مس اسماء المفتوحة. مسطرة، مسطرة. طب مس اسماء ده انا نطقت هاء، هي يبقى مش تاء مفتوحة، يا تاء مربوطة يا اما هاء. مسطرة،
طب بصوا معايا كده، طب تعالى نحط ياء ملكيه، ماستر تي، اتفتحت بقت تاء يا مس اسماء مش هاء، يبقى تاء مربوطه. جنيه هن، جنيه هن. طب انا دلوقتي لو عايزه اعرف هي تاء مربوطه ولا هاء، جنيه هي، جنيه هي. ثلاجة، ثلاجة. طب مس اسماء انا عايزه اعرف دي تاء ولا هاء، هقول ثلاجتي، تي اتنطقت تاء يبقى احط تاء مربوطه. وجوه، وجوه هاء. خيمة، تن. بص لما حطيت تنوين اتنطقت تاء مربوطه يبقى تاء مربوطه. حوت، تاء يا مس اسماء مفتوحه. مياه هاء. سلحفاه، تاء مربوطة، سلحفاة تي. سهلة ولا صعبة؟ لحد هنا في حد عنده مشكلة؟ لو في أي حاجة متلخبطين فيها اكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان أعمل لكم عليها فيديو مخصوص. طب يلا بينا نكمل، يلا بينا. بصوا معايا، عندي التنوين، عندي ايه التنوين؟ عندي كم نوع للتنوين؟ برافو يلا بتقول 3. عندي تنوين بايه وبايه وبايه. الشاطر اللي هيوقف الفيديو دلوقتي ويكتب لي في الكومنتات عندي تنوين بايه وبايه وبايه. قبل ما اكمل، عندي تنوين بالفتح، تنوين بالكسر، تنوين بالضم. طب ايه هو التنوين اصلا يا مس اسماء؟ التنوين ده نون بنطقها ما بكتبهاش. التنوين ايه؟ التنوين ده نون بنطقها ما بكتبهاش، صح ولا لا؟ يعني بدل ما اقول قرد هقول قردن، بدل ما اقول كلب هقول كلب، بدل ما اقول بقرة هقول بقرة، بقرة. ماشي، يبقى دي نون نون بنطقها ما بكتبهاش. ماشي، بقولك عندي هنا التنوين بالفتح بيظهر على الحرف الاخير ويضاعف من بعده يا الف زائده. بصوا معايا يعني ايه الكلام ده؟ بقولك ان التنوين بالفتح تنوين ضعيف، تنوين ايه ضعيف، بيحتاج عصايه. بص بحط له عصايه يسند عليها. طب التنوين بالضم بيحتاج عصايه، التنوين بالكسر بيحتاج عصايه. هو التنوين بألف التنوين الضعيف اللي بيحتاج عصايه، بكتب معاه عصايه دائما. لو قلت مثلا كلمه زي كلمه قلم لونها لي هتقول ايه؟ قلما. ماشي، طيب بس في 4 حالات ما بحطش فيها العصايه. لو حاجه اخرها تاء مربوطه، لو اخرها ايه؟ تاء مربوطه، كلمه اخرها تاء مربوطه زي كلمه كتتان، مسطرتان. طب الف، كلمه اخرها الف. طب ايه كمان؟ مد بالالف بعدي همزه، مد بالالف بعدي ايه؟ همزه. كمان الالف المكسوره زي كلمه فتى. ماشي، بيقولك ضع خطا تحت التنوين الصحيح لكل كلمه، كده ولا كده؟ خطأ هتتكتب كده ولا كده؟ برافو عليك، يلا اخترت ده. هقول لك ليه. بص احنا شفنا اهو التنوين بالفتح بيتكتب على الالف عادي عشان هو ده هو المفروض بيحتاج عصايه، بس في الحاله دي الحاله الوحيده اللي ما بيحتاجش فيها ايه؟ عصايه. طب كلمه غذاء ان برضو كده عشان دي اللي مش بيحتاج فيها عصايه يبقى اكتبها على الحرف الاساسي نفسه اللي هو الهمزه. طب لما يكون محتاج عصايه يسند عليها لا ما بكتبوش على الحرف. طيب انا عندي كلمه جزءان هتبقى كده ولا كده؟ هي اختار انهي شكل؟ برافو عليك اللي اخترت ده. ليه بقى؟ ليه حطيت هنا عصايه مس اسماء؟ هنا في همزه، خد بالك انا قلت لك مش بستنى الهمزه، يعني مش بستنى الهمزه المكتوبه على السطر، لا ده انا بستنى مد وهمزه. فين مد؟ مد بالالف، انا عايزه مد بالالف. طب هنا ضوء ان ولا الشكل ده؟ يعني ضوء ان كده ولا كده؟ كده طبعا. سهله ولا صعبه؟ طب هنا طبقين كده ولا كده؟ هنا بختار الكسرة تحت آخر حرف لأن ده تنوين بالكسر بيبقى على آخر حرف. ماشي، طب الشدة ايه هي الشدة؟ من الشاطر اللي فاكر الشدة؟ الشدة شكلها عامل كده. أول حاجة شدة بالفتح، شدة بالكسر، شدة بالضم.
ماشي. الشده ليها كام شكل؟ ليها 3 اشكال: شده بالفتح، شده بالكسر، شده بالضم. طب الشده بتعمل ايه؟ بتخليني انطق الحرف مرتين. الشده بتخليني انطق الحرف كام مره؟ مرتين. مره اول حركه عليها فتحه، تاني حركه تاني صوت حسب الحركه. يعني ايه؟ بصوا: تفاح، تفاح، تفاح. بص انا نطقت الفاء هنا مرتين، مره وهي فيها السكون يعني نطقتها مع حرف الابيه، ومره وهي فيها فتحه. تفاح، تفاح. بيقول لك اكتب ايه؟ اكتب الحرف المشدد في اسماء الصور الاتيه: بطيخ. ايه الحرف اللي قراته مرتين؟ بطيخ. الطاء. خفاش، خفاش. الفاء. قطة، 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 قطة. الطاء. رمان، رمان. ميم. سهلة ولا صعبة؟ طب يلا نحلل سوا. سكر، سكر. بصوا السين هكتب معاها ايه؟ كاف، علشان الكاف دي مرة عليها سكون ومرة عليها ايه؟ تحتيها كسرة. طب بعد كده كاف تاني تحتيها كسرة، رن. سهلة ولا صعبة؟ طب هنا قبعة، القاف والباء مع بعض. قبة، باء لوحدها والعين لوحدها والتاء مربوطة لوحدها. سهلة ولا صعبة؟ لحد دلوقتي الدنيا جميلة. طيب تعالوا نراجع مع بعض بقى المذكر والمؤنث. المذكر والمؤنث، يعني مذكر ويعني مؤنث. قلنا المذكر يعني الولد، والمؤنث يعني الايه؟ يعني البنت. اهو مذكر ومؤنث. طب اقول لكم على سر: المؤنث اغلبه تاء مربوطه، اغلبه تاء ايه؟ مربوطه. بص زي كلمه دميه، قبعه. بصوا: حصان، قميص. طب لو قلت معلمه، معلمه. بصوا اخرها برضو تاء مربوطه. طب هنا معلم مذكر، حذفت التاء المربوطه هنا. طب يلا، طبيب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، ارسم لي عينين وبقين بس. طب هنا طبيبة مؤنث، ارسم عينين وبق وارسم لها زعرورة صغيرة اهي. ها. طائرة، طائرة برضو مؤنث، ارسم لها زعرورة. هنا قلم، قلم ولد مذكر. اسد مذكر. يا مس اسماء ايه السهولة دي؟ برافو عليكم. طب يلا بيقولك هنا المفرد والجمع. سابع حاجة عندنا المفرد والجمع. المفرد يعني حاجة واحدة، طب الجمع حاجات كتير. يعني بيقولك هنا هنقرأ ونضع خط تحت الكلمة إذا كانت مفرد ولا جمع. يعني هنا دي إيه؟ شجرة ولا أشجار؟ برافو عليكي اللي قلت أشجار. طب هنا قلم ولا أقلام؟ قلم عشان ده واحد بس. طب هنا خروف ولا خرفان؟ خرفان. هنا حمامة ولا حمام؟ حمامة. سهلة ولا صعبة؟ طب بقول لك هنا انا جايب لك الكلمة وانت جيب لي الجمع بتاعها. يعني عندك علام هيبقى ايه؟ جمعها اعلام. طب قلب، قلوب ولا قوالب ولا اقلاب؟ قلوب. مكتبة جمعها كتب ولا مكاتب ولا كتائب؟ مكاتب. جمع مكتبة مكاتب. لعبة ملاعب ولا ألعاب ولا لاعبون؟ لعبة جمعها ايه؟ ألعاب. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. طيب أسماء الإشارة، احنا أخدنا قبل كده ان احنا اخدنا اسماء الاشاره هذا وهذه وهؤلاء. احنا بناخد اسماء الاشاره للايه؟ للقريب. اسماء الاشاره للايه؟ للقريب. هذا بستخدمه مع المفرد المذكر، بستخدمه مع المفرد الواحد بس مذكر.
طب وهذه مع المفرد المؤنث والجمع غير العاقل، والجمع غير الايه العاقل. هذه بستخدمها مع ايه؟ مع المؤنث ومع الجمع الغير العاقل. هذه بستخدمها مع ايه؟ مع الجمع لغير العاقل والمفرد في المؤنث. طب وهؤلاء جمع العاقل، جمع الايه العاقل، يبقى ممكن اقول هذا طباخ، هذه طباخة، هؤلاء جنود، هذه أطباق. ده طبق ولا أطباق؟ أطباق كتير. طب بص هنا بيقولك أمي، هقول إيه؟ هذه أمي. تلاميذ، 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 هقول إيه؟ هؤلاء تلاميذ. مكتب، مكتب، ده مكتب واحد بس، هقول هذا مكتب. أخي، هذا أخي. عصافير، عصافير، هقول هذه عصافير عشان دي ايه غير عاقل. حقيبة، هذه حقيبة. سهلة ولا صعب؟ سهلة. طب الضمائر أخدنا قبل كده ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب. ضمائر المتكلم أنا ونحن، ضمائر المخاطب أنت وأنت، ضمائر الغائب هو وهي. تاني ضمائر المتكلم أنا ونحن، أنا حازم، أنا آية، أنا معلمة، أنا مهندسة، نحن معلمون، نحن معلمات. ضمائر المخاطب أنت وأنت، أنت تلميذ مجتهد، أنت مخلص، أنت مخلصة. هو وهي ضمائر الغائب، هو مجتهد، هي مجتهدة. ضمائر الغائب هو وهي. ماشي. طيب يقول لك اكمل بقى الجمل دي بضمير مناسب ليها. لديك موهبة الرسم، هقول له ايه؟ اقول له انا لديك موهبة الرسم؟ لا. طب نحن لديك موهبة الرسم؟ انت لديك موهبة الرسم. لديك قصص ممتعة، انت لديك قصص ممتعة. صوته جميل، صوته جميل، هو صوته جميل. أحب بلدي مصر، أنا أحب بلدي مصر. نلعب في الحديقة، من اللي نلعب في الحديقة؟ نحن، نحن نلعب في الحديقة. تنظف أسنانها، هي تنظف أسنانها. طيب يلا نراجع مع بعض بعد ما خلصنا الضمائر. نراجع ايه؟ الفعل الماضي والفعل المضارع، فعل الماضي وفعل الايه المضارع. بقولك الفعل الماضي دي حاجه حصلت وانتهت، حاجه حصلت وايه وانتهت، حاجه خلصت خلاص. انا اكلت، شربت، نمت، ناما، سافرا، ذهبا، رجعا. زي بقى الجمله هنا، صعد الولد السلم، صعد الولد السلم. الفعل الماضي يصعد الرجل السلم، لسه طالع. بص الولد هو خلاص صعد وخلاص. طب بص بيقول لك حول بقى الفعل هنا من ماضي لمضارع والعكس. يعني هنا ذهب احمد الى المدرسه، هو ذهب وخلاص. لو عايزه احولها لمضارع هقول ايه؟ يذهب. ينفع اقول تذهب؟ لا طبعا ده مذكر. يذهب احمد الى المدرسه. تطبخ امي الطعام، طبخت امي الطعام. شاهدت أختي البرنامج، تشاهد أختي البرنامج. يشرح المعلم الدرس، شرح المعلم الدرس. طب ياء الملكية، ياء الملكية دي احنا خلاص خلصنا فعل ماضي ومضارع. يلا نخش على ياء الملكية. ياء الملكية يعني حاجة ايه؟ حاجة بتاعتي انا، كتابي، كرتي، الواني، ازهاري، حقيبتي. بيقولك حط دائرة حول الكلمة التي بها ياء ملكية. الذي دي ياء ملكية؟ لا طبعا. يدي، عمي، ياء ملكية. هاني، ده ولد اسمه هاني. يجري، لا طبعا. حجرتي،
بالحاجة بتاعتي. القاضي، لا طبعا. قلمي، فهي ملكية. طب يلا نقلب سوا مع بعض. دي تدريبات عامة زي اختبار عندكم، والتقييم المبدئي برضو ده اختبار عندكم. صفحة يعني عندنا واجب صفحة 14 و15 و16. بعد ما تحلوها تبعتها لي على صفحتنا يلا تأسيس على الفيسبوك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت عشان يوصلكم كل جديد. انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن الله، واحنا بنشرح درس يوم جميل على قناة اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك. باي باي.